قفلت العيادة بتاعتها واشتغلت رقاصة، والساعة بتاعتها وصلت ل50,000 جنيه. مين هي شروق القاسم وايه حكايتها وازاي سابت الطب وبقت رقاصة؟ تعالوا بينا في الفيديو ده هنحكي لكم القصة الكاملة. شروق قاسم هي طبيبة أسنان، فجأة سابت مهنة الطب واشتغلت رقاصة، وده بعد تعب ومذاكرة لسنين كتير سابت كل ده. طيب هي ازاي أصلا بدأت الموضوع ده؟ البداية مع شروق لما كانت في فرح صاحبتها وفضلت ترقص، صاحب القاعة شافها وأعجب برقصها وعرض عليها الشغل عنده. المفاجأة هنا ان شروق قاسم وافقت على طول وما ترددتش. طيب يا هل ترى ايه ردة فعل اهلها وعملوا معاها ايه؟ طبعا بعد مناقشات وخناقات وخلافات كتير بينها وبين اهلها بسبب موضوع الرقص، في النهاية استسلموا للامر ووافقوا، بس شرطوا عليها ما تقفلش العياده بتاعتها وتشتغل في عيادتها بالنهار وبالليل تشتغل رقاصه، والساعه بتاعت شروق بتوصل ل50,000 جنيه. انتم بقى قولوا لنا ايه رايكم في اللي عملته شروق قاسم، وهل اصلا توافقوا تودوا ولادكم يتعالجوا عند حد زي كده ولا لا؟ شاركونا بتعليقاتكم وارائكم وتابعونا على مولاتي عشان تعرفوا كل الجديد.